الراجل ده كان باين عليه إنه ملياردير، بس قرر يغير شكله شوية علشان يخبي ده. راح لزق جرح صناعي على وشه وخلى عياله يلبسوا هدوم مقطعة وقديمة، وقالهم بصوت جدي: اسمعوا يا ولاد، محدش يقول للست اللي هقابلها إننا أغنياء، مفهوم؟ العيال وافقوا، وساعتها الراجل ركب عربيته القديمة اللي تمنها $5000 وراح الكافيه اللي المفروض يقابلها فيه. بس أول ما وصلوا العيال أول ما شافوا الست نطوا وقالوا بحماس: ماما. الست اتفاجئت جدا وقالت: ماما ليه بتقولوا لي كده؟ الولد الصغير بسرعة رد وقال: علشان انتي شبه ماما اللي في أحلامنا بالظبط. الراجل في اللحظة دي حاول يكمل التمثيلية وقال بصوت متواضع: بصي يا آنسة، أنا شكلي مش حلو وفقير، وكل اللي عندي في الدنيا العربية القديمة دي، بس نفسي أتجوز واحدة طيبة وجميلة. الست بصت له وقالت في نفسها إن شكله مش حلو، بس في نفس الوقت طلباته كبيرة. وفجأة الولد قال: بابا يمكن مش وسيم، بس قلبه طيب، ولو اتجوزتيه هيحبك بجد. الراجل اتوتر وسحب ابنه جنبه بسرعة. هو أصلا كان ناوي يخوف الست علشان تمشي، مش تخليها توافق تتجوزه، وخايف إنها فعلا توافق. قال بسرعة: بصي، لو اتجوزتيني هتعيشي طول عمرك تعبانه. بس المفاجأة إن الست ابتسمت وقالت: مفيش مشكلة، نروح نطلع قسيمة الجواز دلوقتي. الراجل ما كنش مصدق، لكنه ملقاش حل تاني واضطر فعلا يتجوزها، بس لسه جواه شك فيها، وقال لعياله: محدش فيكم يقول إننا أغنياء، فاهمين؟ خلينا نشوف نيتها الأول. وبعد الجواز قرر يختبرها، فقال لها إنه عايز يسكن في بيتها. الست قالت: عادي، بس بشرط يدفع إيجار. الراجل تمادى في التمثيل وقال: ما عنديش فلوس خالص. الست بدأت تتنرفز، لكن العيال بدأوا يعيطوا تمثيل وقالوا: طب هننام في الشارع النهارده. قلبها رق وقالت: خلاص تعالوا معايا.